بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم وحلقه جديده من فيلم قص، واللي النهارده هنتكلم فيها ان شاء الله عن ليله مباراه القمه الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، المباراه المصيريه. لكن قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد اول باول باذن الله. خلاص مباراه القمه على الابواب، ساعات قليله بتفصلنا عن ديربي من الاقوى الدربيات في الوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا. مهما كانت النتائج، مهما كانت مستوى الفريقين، لان مباراه الديربي بتظل مباراه بسيمتريه خاصه، بتظل مباراه باسلوب خاص بطبع مختلف. تبقى غلطان لو فاكر ان فريق داخل الابر هاند او اليد العليا على حساب الفريق الثاني. اقول لك انت كده مش عارف، مش مذاكر ديربي كويس جدا. كتير من الاوقات كان الزمالك فيها بيبقى اقوى وفريق احلام وفريق محقق نتائج كبيره جدا، لكن بيصطدم ان هو بيلاقي الاهلي بيفوز عليه وبيفوز عليه بنتيجه عريضه، والعكس صحيح. الاهلي بيبقى في عنفوانه وقوته والزمالك بيبقى في اسوأ حالاته، وبيتمكن الزمالك من الفوز على الاهلي في النهايه. ده هي الواقعيه اللي احنا عايشين فيها، لان ده الديربي المعروف في الوطن العربي، ده الاهلي والزمالك من واحنا متربيين عليه واحنا اطفال صغيرين. خلينا نتفق ان مباراه الديربي دايما بتكون خارج اي حسابات، خارج اي توقعات. وزي ما قلت لك، غلطان لو انت عشمان هنا او هنا في المعسكر الابيض او المعسكر الاحمر تبقى فاكر ان مباراه الديربي محسومه قبل ما تبدا لحد. يبقى انت كده يا عزيزي مش مذاكر تاريخ كويس، وعليك ان انت تراجع نفسك كتير في التفكير ده خلال الفتره اللي جايه. طيب، عندنا المعسكر الابيض بيفكر باسلوب والمعسكر الاحمر بيفكر باسلوب. المعسكر الابيض الزمالك بيفكر ان المباراه دي مباراه مصيريه بالنسبه له، عايز يكسب المباراه ويحصد 3 نقاط هي الاغلى والاهم، لا سيما بعد التعادل المحبط قدام انبي. وفي المباراه الاخيره بعض من جمهور الزمالك بدا يتسلل ليه الاحباط، والناس تقول لك ده انا خلاص، ده الدوري، ده الاهلي هيرجع الدوري، الاهلي ما بيفرطش في فرص زي دي، الاهلي ما بيسيبش فرص زي دي، الكلام اللي احنا عارفينه الاخير يعني. لكن الناحيه الثانيه المعسكر الاحمر نتائج مخيبه تماما للامال. المعسكر الاحمر لعيبته الاهلي او لعيبه الاهلي ما قدرتش ان هي تحقق طموحات جماهيرها خلال الفتره اللي فاتت. مباراه خساره، يعني مش عايز اقول مذله، بس بخساره بنتيجه كبيره جدا قدام بيراميدز. خليني اقول لك ان النتيجتين دول هيخلونا نشوف مباراه انا في اعتقادي بحط لها عنوان كده مهم جدا. مباراه الديربي او مباراه الاهلي والزمالك القادمه قد تكون مباراه تعادل بنتيجه او اداء مش قوي، وقد تكون مباراه تحت شعار ذا سكاي از ذا ليميت. تمام، يعني السماء هي الحدود بالنسبه لي، وده شعار سان داونز بالمناسبه، انا بحبه جدا يعني. تمام، وانا بقول لك افتكر دايما كلامي، المباراه دي هتكون يا مباراه تعادل باداء مخيب للامال للفرقتين، بالبلدي كده الاثنين عاملين حساب بعض زياده عن اللزوم، وهتلاقي نص ملعب متقفل وتاكتكس عالي قوي من الاثنين مدربين، ان كل مدرب مش عايز يهاجم وسايب الاستحواذ للتاني وخايف الى اخره. يا اما هتلاقي مباراه عنوانها ذا سكاي از ذا ليميت، تمام، او السماء هي الحد بالنسبه لي. يعني انا طموحي يوصل لابعد حاجه، وحط تحت الكلمه دي 100 خط. وبعد الديربي او مباراه يوم الجمعه ان شاء الله نتقابل الساعه 10 باذن الله تعالى ان احيانا رب العالمين، وهقول لك يعني ايه انا ليه بقول الجمله الشهيره او شعار سان داونز، ليه بقول كلمه ذا سكاي از ذا ليميت. هقولها لك ان شاء الله في وقتها يعني. فالمباراه يا تكون كده يا تكون كده. المباراه ما عندهاش حاجه يعني مفيش حاجه ثالثه. ما اعتقدش ان في سيناريو ثالث ممكن يطرح، خاصه ان زي ما قلت لك النتائج هنا تعادل مخيب للامال مع انبي، مع الزمالك مع انبي، والناحيه الثانيه خساره مذله للاهلي قدام بيراميدز ابعدته تماما حتى الان عن المنافسه عن الدوري. بل اضعف الايمان التاهل على لمركز مؤهل لدوري ابطال افريقيا الموسم الجاي، ودي هتبقى كارثه كبيره جدا لو حصلت. وخليكم فاكرين وارجعوا للحلقات، يا رب افتكر في المونتاج ان شاء الله احط لكم لينك الحلقات دي، لما قلت لك ان النادي الاهلي السنه دي حتى الان مهدد بعدم التاهل لدوري ابطال افريقيا الموسم القادم رغم كل الملايين اللي بتتصرف دي. خليني اقول لك ان المباراه دي من الاخر نادي الزمالك بيفكر لها ازاي، النادي الاهلي بيفكر ازاي. هنتكلم في الامور الفنيه كلها باستفاضه ان شاء الله النهارده. والنهارده حلقه طويله شويه دسمه فيها يعني احداث كتيره لحد او وقت تصوير الحلقه طبعا، اي جديد بيجد بننزله على الصفحه اول باول. بس انا هاخدك كده في رحله او قبل ما اخدك في رحله في داخل عقول الاثنين مدربين يستروب ومعتمد جمال، هقول لك ان دي من المباريات في بعض بيسميها من المباريات التي تربح ولا تلعب او تكسب ولا تلعب. يعني انا مش محتاج فيها اداء، محتاج فيها نتيجه.
لان الزمالك عينه على الثلاث نقط، وفي ناس بتنادي او وجهه نظري يعني ممكن تكون مياله للحته دي. الزمالك لو ما كسبش مباراه الديربي في اعتقادي الشخصي ما اعتقدش ان هو يستحق دوري. انا عارف ان في ناس هتهاجمني، وفي ناس زملكاويه كتير عندي على الصفحه تطلع تقول لي ايه ده اللي انت بتقوله هاخدك معاها بالراحه واحده واحده، بس يعني ما تاخدنيش كده على السخن، واخدك معاها بالراحه وخليك معاها وانت مركز وبتتفرج كده. ولو انت واصل معايا لحد دلوقتي فانت حبيبي، يبقى تعمل اللايك والشير الجميل. النهارده انت بتتكلم في ان الزمالك اتعادل مع انبي، فداخل مباراه الاهلي لابد يكون في دوافع. ما انت النهارده عايز تبقى بطل ازاي؟ ما انا البطل ده بيكسب اي حد، بيواجه اي حد، ما بيخافش من حاجه. خليني اخدك لفكره بقى مهمه جدا، ان نادي الزمالك او لعيبه الزمالك في الفتره الاخيره بالتحديد عندها مشكله كبيره جدا، وهي مشكله ان نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك بالتحديد بين قوسين يعني لما بتواجه النادي الاهلي في الفتره الاخيره بيرجع لها الرعب او الرهبه بتاعت مباراه الديربي. وللاسف دي ما كانتش موجوده خلال فتره جوزيه جوميز، للاسف هي موجوده دلوقتي يعني، او كانت موجوده قبل كده واتزالت فتره جوزيه جوميز اللي كان بينزل يا جماعه في مباراه الديربي. انا بشهد شهاده حق بغض النظر عن الراجل كمل ما كملش، منتقدين ومش متفقين معاه مختلفين معاه، انا بقول لك حاجه بيمليها عليا ضميري قدام رب العالمين. جوزيه جوميز كان بيعمل حاجه حلوه قوي في مباراه الديربي، بيخلي لعيبه الزمالك نازله الند بالند. انت مش هتكسبني، انت مش احسن مني، انا نازل مقطع النهارده بطاقتي عليك اكسبك. انا ما عنديش مشكله، هتكسبني او هتجيب فيا جول هرجع وهتعادل. ودي كانت يعني سمه مميزه جدا في جوزيه جوميز. اتمنى ان معتمد جمال ينقل الصوره للعيبه خاصه، وخلي بالك النهارده في افكار او معلومات كتير هديها لك في الحلقه. 70% او حوالي 70% من لعيبه الزمالك الموجودين على ارض الواقع في السكواد الحالي ما لعبوش قبل كده مباراه اهلي والزمالك، زي محمد ابراهيم مثلا على سبيل المثال. هتلاقي في لعيبه خبرتها قليله، خبرتها مش كبيره. النهارده انت بتتكلم ان دي نقطه مهمه، ان لازم كسر الرهبه اللي جوه لعيبه الزمالك في مباراه الديربي بالتحديد امام الاهلي، وده احقاقا للحق زي ما قلت لك ما كانش موجود في فتره جوزيه جوميز اللي كان بينزل يعني بلغه الكره راكب الاهلي فنيا، وكان الاهلي بيعاني قدامه، وكان الاهلي بينزل مهزوز قدامه. الحد اللي خلى نادي الزمالك بيلعب باريحيه، وناس كتير قالت لك احنا عمرنا ما شفنا الزمالك بينزل بالاريحيه دي قدام النادي الاهلي يعني، وبيكسب عادي بسهوله، او بيكسب او بيرجع في النتيجه ايا كان هو متاخر ام لا. فدي من المباريات اللي للاسف مش عايز اقول اصدر لك احباط عزيزي الزملكاوي، بس عايزك تاخد بالك من نقطه مهمه، واللعيبه هتاخد بالها من نقطه مهمه، والجهاز ياخد باله من النقطه دي، لان كل ده لازم بيصب في النهايه للنقطه اللي احنا هنقولها دلوقتي. التاريخ بيقول ان الزمالك عنده مشكله، او لعيبه الزمالك عندها مشكله، ان النادي الاهلي لما بيكون في أسوأ حالاته الفنية وخلاص شبه بيفرفر بلغة الكورة يعني، النادي الزمالك بيفتح له الباب الكبير وبيقول له اتفضل ارجع ومش هروح معاك بعيد. مباراة الدور الأول 2-1 خير دليل. النادي الأهلي كان في مستوى سيء جدا، الزمالك هو اللي بدأ يرجعه للمنافسة بعد ما كان بعيد، وبدأ النادي الأهلي يرجع تاني يعود للحياة عن طريق بوابة الزمالك. يعني بالبلدي الزمالك بيوزع هدايا للأهلي في مباراة القمة، وبيمكنه ان هو يقدر يفوز عليه، وبالتالي فبترجع الثقة تاني، لان زي ما قلت لك مكسب الديربي ده ملوش اي علاقة بمكسب بطولة، هي بطولة في حد ذاتها خاصة بالهدف منها ان احنا كل فرقة تكسب التاني. لان هقول لك ليه كمان في المباراة دي بالتحديد، انا هاخدك لحتة تانية صعبة قوي يعني، صعبة قوي قوي. المباراة دي عصبية جدا وحساسة جدا، وهتشهد توترات وكروت، واعتقد ممكن يكون فيها حالات طرد، الله اعلى واعلم، او انذارات كتير والله اعلى واعلم، بس انا متوقعها لان المباراه دي نادي الزمالك داخلها وعينه على الدوري. نادي الزمالك محتاج عشان يحسم الدوري رسمي ياخد 6 نقط رسمي من الثلاث مباريات الجايين، اولهم مباراه الاهلي وبعد كده مباراه سموحه، عشان يريح نفسه قبل نهائي المعترك الافريقي القوي قدام اتحاد العاصمه الجزائري. النادي الاهلي الناحيه الثانيه لعيبه خلاص ثقتها في نفسها اتهزت، الجمهور خلاص صراحه عمل اللي عليه وما زال ورا الفرقه، وحجز كمان التذاكر بتاعت مباراه النهائي، مباراه الدوري يعني القادمه، ونزلت تقريبا يعني خلصت في حوالي 3 4 ساعات. فالجمهور مش مقصر، جمهور الاهلي احقاقا للحق ما عندوش اي لوم في اي حاجه. لكن الناحيه الثانيه جمهور نادي الزمالك عايز يشوف حاجه من اللعيبه، باين لي كرامه يعني، اديني اي حاجه يا اخي، باين لي ان انت مش ما تخسرش الدوري في الامتار الاخيره. خاصة ان زي ما قلت لك ان انت لازم تكسر الهيبة دي او تكسر الرهبة اللي موجودة عندك، خاصة ان الزمالك تاريخيا بيمكن الاهلي من الرجوع عبر بوابته بمنتهى السهولة، ودي حاجة غريبة جدا انا بشوفها في مباريات الزمالك. فالمباراه دي بالتحديد
وخد عندك دي في اعتبارك، حطها يعني نقطه مهمه جدا في خيالك، دي من المباريات بين قوسين اللي هيكسبها هيزيح التاني كتف شويه الفتره اللي جايه. وهقول لك ليه. النادي الاهلي عشان يرجع ثقه جماهيره فيه حتى لو هيخسر الدوري لازم يكسب الزمالك، فالمباراه دي حياه او موت بالنسبه له، تحت شعار لا بديل عن الفوز. وعشان كمان يبقي حظوظه في المنافسه على مقعد مؤهل لدوري ابطال افريقيا العام القادم. الناحيه الثانيه المعسكر الابيض نادي الزمالك عنده فرصه تاريخيه انه يدي كتف للاهلي ويزيحه مش بره بس منافسه الدوري. نادي الزمالك لو فاز على الاهلي واقصاه او تمكن من الحصول على الثلاث نقاط في المباراه دي، اول مكسب هيعمله انه هيزيح الاهلي تماما من طريقه في المنافسه، وهيفقد الاهلي تماما فرصته للمنافسه على دوري المحلي الموسم ده. مش بس كده كمان، ده كمان النادي الاهلي هيفقد رسميا فرصته في التاهل لدوري ابطال افريقيا الموسم القادم، لانه هيبقى خاصه مع فوز بيراميدز على انبي. لو فاز في الحاله دي خلاص هيبقى بيراميدز ابتعد عنه بحوالي 6 نقاط تقريبا، مش هيقدر النادي الاهلي ان هو يعوضهم، لان المواجهات المباشره في مصلحه بيراميدز لانه فاز عليه ذهابا وايابا. النقطة بقى الأهم إن أنت لما بتدي كتف للمنافس بتاعك أنت بتزيح أهم منافس ليك في دوري أبطال أفريقيا القادم اللي أنت بتزعم إن أنت عايز تتأهل ليه، وخلاص قريب من التأهل ليه وعايز تنافس على البطولة دي. وخليني أقول لك حاجة هي ممكن تثير الجدل شوية، بس أنا جاي أسلك الجدل واقول لك ان بطوله دوري ابطال افريقيا مؤخرا، وده اللي مخلي اهلاويه كتير جدا حزانه وزعلانين جدا 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 من المستوى اللي فات. بطوله دوري ابطال افريقيا مؤخرا والله العظيم من وجهه نظر الشخصيه المتواضعه انا بعتبر ان مفيش فرق كبير ما بينها وما بين الكونفدراليه. انتقدني براحتك، اشتمني زي ما انت عايز، اختلف معايا الله يسامحك لو هتشتمني، بس انا بقول لك وجهه نظري وربنا يحاسبني على الكلام اللي انا بقوله. انا شايف ان المستوى الفني الحالي لبطوله دوري ابطال افريقيا ما يقلش كتير عن بطوله الكونفدراليه الافريقيه. يعني انا هقول دي مثلا بقوتها بنسبه 70%، الثانيه قوتها 60%، يعني الفرق مش قوي. ليه؟ تعال بص كده لردود افعال الاهلاويه لما خرجوا من الترجي، وتعال بص كده لردود افعال نفس الاهلاويه لما الترجي اتغلب ذهابا وايابا قدام سان داونز، كانوا بيحاسبينه على لعيبتهم. قال لك هو ده اللي كسبني ذهاب واياب وطلعني من بطوله دوري ابطال افريقيا؟ تخيل انت بقى معايا. طب تخيل انت لعيبه الزمالك لو كانت اجتهدت شويه الموسم اللي فات وحصلت مركز ثاني ولعبت في دوري ابطال افريقيا، ما كانش ممكن تعمل حاجه الموسم ده فيه او تذهب لبعيد؟ ما بقولكش ياخد البطوله في ظل الظروف الحاليه، لكن ما انت وصلت نهائي كونفدراليه اهو. يعني الموضوع ما هوش بعيد ان انت توصل نهائي دوري ابطال افريقيا في ظل تراجع شديد جدا لمستوى الانديه كلها، باستثناء اللهم الا صن داونز يعني اللي بيعافر وبيوصل لنهائي هو والجيش الملكي المغربي. وانا بقول لك اهو، وان شاء الله نكون من اهل الدنيا وقتها. وبفكرك وارجع للفيديو زي ما بترجع للفيديوهات عندي. البطوله القادمه اللي هيكون فيها منافس قوي انا في اعتقادي صن داونز وفرقه من المغرب، انا لسه ما اعرفش هي مين على حسب نهايه الدوري المغربي، قد تكون الجيش الملكي وقد يكون نهضه بركان وقد يعود الوداد للواجهه مره ثانيه. لكن كل الفرق دي عندها مشاكل فنيه ويقدر الزمالك يجاريها ويلعبها بسهوله. اذا انت المنافس الاقوى بتاعك هو سان داونز وبيراميدز في البطوله دي، فكونك ان انت تتفوق على الاهلي وتكسبه في الديربي اللي جاي انت مش بتدي له كتف بس من بطوله الدوري، ده انت عد بقى المكاسب الكتير. اول حاجه انت بتدي له كتف من بطوله الدوري، بتدي له كتف من دوري ابطال افريقيا ان انت مش عايز يكون منافس معاك فيها عشان تقدر توصل فيها لابعد نقطه، بتدي له كتف بقى مهم قوي ان انت بتريحه نفسيا سنتين ثلاثه الجايين عقبال ما تقوم لقومه تاني. هتقول لي ايه ده يا عم وانت بتقول كده؟ انت بتقول اي كلام، هو في حاجه اسمها كده في الاهلي؟ الاهلي بيعرف يرجع وبتاع. هقول لك يا حبيبي والله الموضوع مش عافيه والموضوع مش فتحه صدر. الاهلي بيعرف يرجع وتاريخيا وزي الفل واحسن نادي في الكون واعظم نادي في كوكب الارض كله، لكن انت عندك مشاكل دلوقتي مش هتتحل في يوم وليله. هتغير مدير فني هتنسف الجبل على اللي فيه باللعيبه اللي جوه، هتغير لعيبه كتير جدا. وخليني اقول لك ان انت ما ينفعش تبيع اللعيبه كلها مره واحده، لان انت هتقع تحت طائله القانون اللي بيقول لك هنا ساعتها انت ازاي هتبيع اللعيبه دي وتحقق فيها خساره، وهنا تخش في فكره اهدار مال عام وقصه كبيره جدا. وهقول لك ليه. واحد زي زيزو لو تابعوا على ترانسفير ماركت وهو في الزمالك كان 4 5 مليون دولار، بالمستوى الحالي قسما بالله ما في فيها فرقه تشتريه بواحد ونص او 2 مليون دولار. بالمستوى الحالي مستواه هزيل جدا مع الاهلي. كذلك محمد علي بن رمضان لما جبته من النادي المجري كان يعمل حوالي 3 مليون دولار كسعر او 2.7 من 10 7 مليون دولار. النهارده على ترانسفير ماركت بص هتلاقي سعر محمد علي بن رمضان قل. انا بقول لك ده من واقع ارقام، انا بتابع يعني الاحصائيات بتاعت اللعيبه دي وبقول لك الكلام ده من واقع ارقام، مش بقول لك اجتهادا من دماغي وخلاص. فعشان كده المباراه دي بالنسبه للزمالك مهمه جدا انها تدي كتف للاهلي يبعده الفتره اللي جايه، مش هقول لك 3 سنين بس على الاقل السنه القادمه كحد ادنى.
وعقبال ما يفوق الاهلي من مشاكله مره ثانيه هياخد وقت، وانا بقول لك والعهده على الراوي، والشاهد في الامر ده الموسم الحالي اللي احنا فيه. حاجه الثانيه، او من موسم فات الاهلي عنده مشاكل، وانا قلت لك قبل كده برضو ارجع للفيديوهات هنا، احنا الحمد لله جامدين وبنقول بفضل الله تعالى الحقيقه ما بنخافش من حد. النقطه بقى الثانيه، النادي الاهلي برضو عنده نفس الهدف، ان هو عايز يضرب كف او يضرب كتف للزمالك، يحبطه شويه ويقول له لا انت مش هتاخد الدوري من خلال مباراتي، او مش هاكد لك الدوري، او مش هو هعجزك شويه، ويحاول يلعب على فكره المقامره في مباراتي السيراميكا او سموحه وسيراميكا يعني على الترتيب، عشان يخلي الزمالك حتى على الاقل يسقط من فوق المركز الثاني ويحل هو مكانه. ودي اللي هتخلينا نشوف مباراه قويه جدا، او مباراه تتجه للتعادل باداء هزيل. وافتكر اللي انا قلته لك، ذا سكاي از ذا ليميت، افتكرها كويس جدا. طيب، تحت عنوان الواقعيه السحريه والصبر التكتيكي، دي مباراة الديربي انا صنفتها كده تحت عنوان الواقعية السحرية والصبر التكتيكي. في شوية نقط فنية انا جمعتها لك كده عن مباراة اذا اراد نادي الزمالك الفوز بمباراة القمة، ودي في همسة في اذن بعتمد جمال، والناحية الثانية برضو اليستروب لو حابب يحافظ على حظوظه حتى الان في التأهل. نادي الزمالك عنده نقط فنية لازم يخلي باله منها جدا. اول حاجة، لازم تبدا بمحمد اسماعيل كمساك تاني جنب حسام عبد المجيد، لا لوجود الونش، مع احترامي الشديد للونش مش مباراته. في مباريات نوعيه لعيبه انت محتاج اللاعب ده في المباراه دي. محمود الونش مش مباراته مباراه اهلي وزمالك، في المباراه دي بالتحديد هو لاعب قوي ولاعب بدنيا محدش يختلف عليه ما شاء الله، ربنا يحفظه من الاصابات، لكن المباراه دي محتاجه لاعب يعرف يطلعك بالكره من قدام، من تحت لفوق، تمام؟ يعني من ورا لقدام. انت محتاج تطلع بهجمه عن طريق واحد زي محمد اسماعيل كوير بلغه الكره، بيعرف يطلع بالكوره. محتاج تبني عليه كتير، تمام؟ لان المباراه دي هتشهد فيها ضغط عالي جدا، فانت مش عايز تفضل تشعلق كرات طويله اللي نفسي لعيبه الزمالك تبطلها، وعندها مشكله فيها ما بتعرفش تظبطها، وما زال الزمالك بيعاني من اخر 4 5 ماتشات بيشعلق الكرات الطويله بدون هدف وبدون سبب. فعشان تبدا صح لازم تبدا بواحد حريف كوير يمتص النادي الاهلي، تمام؟ وده اللي هيقودنا للنقطه اللي بعد منها. طب النادي الاهلي لما بتمتصه بالطريقه دي، لان النادي الاهلي قوته ان هو بينزل اول ربع ساعه ضغطك في منطقه جزائك، ده من الاخر يا جماعه. بعد كده اي حاجه خنتريش بتيجي بعد كده في المباراه، من الاخر بقول لك بمنتهى الصراحه. اللعيبه بتتشتت، بيقع بدني، معدل السن بيختلف. النادي الاهلي بينزل يزنق الفرقه اللي قدامه في ال 18 اول ربع ساعه لحد ما يحرز الهدف، بعد كده الاداء ينام. طب انت عديت معاه اول ربع ساعه هتعرف تجاريه، وانا بقولها لك والعهده على الراوي. والشاهد في الامر ده مباريات كتير جدا اخرهم مباراه بيراميدز، نزل ضاغط 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 ضاغط، بعد كده بيراميدز امتصه، بعد كده بيراميدز بدا يلعب على التحولات اللي انا هقولها لك دلوقتي. لان الاهلي عنده مشكله كبيره جدا وعنده عيب خطير وهو تحت الكوره، المساحات بتبقى بين الخطوط. شوف انا بقولها لك اهو، الاهلي وهو تحت الكوره بيبقى فيه مساحات شاسعه بين الخطوط، وده اللي بيخلي الاهلي اصلا ما عندوش فكره او ملكه الضغط ككومباكت او وحده واحده، ما بيعرفش يضغط كومباكت مع بعضه، تمام؟ فبيلعب بنظام الخطوط اللي بتبقى مفتوحه فيما بينها كبيره، لو ضغط عليك 4-4-2 يبقى الاهلي هيخسر سكور في المباراه دي، او هيخسر بنتيجه عريضه، الله اعلم واعلم هي قد ايه، احنا ما بنطلعش على الغيب، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك الاهلي لو نزل ضغط عليك 4-4-2 مش بيعرف يضغط كومباكت واحده واحده، وعنده قصور في خط النص، لان ده معناه ان محور اداء او محورين الوسط هيكونوا وراهم مساحات شاسعه. لمين بقى يا معلم؟ لبيتزيرا والعدي الدباغ، الاثنين دول هيبقى عندهم فدادين يجروا فيهم. ده مش بس كده، ده انت معاك كارت كسبان لازم تخليه معاك على الدكه وما تحرقوش وتبدا بيه، وهو شيكو بنزا اللي هينزل بالبلدي يبرطع في المساحات دي في الشوط الثاني. طيب، ناس كتيره تقول لك حلو الكلام، طب الراجل سمع كلامك وبدا بمحمد اسماعيل، طب يحط مين باك شمال؟ لا خلاف على بنتايج، مع ظبط حته ان هو يلعب لو لعب ناحيته حسين الشحات يخلي باله منه، لان دي غلطه هيقع فيها، وبقولها لك يستروب انه هيلاعب حسين الشحات خوفا من المباراه، ممكن يلعبه باك يمين وساعتها هيكون قتل حسين الشحات في الجناح، تمام؟ ففي الحاله دي هو لو اضطر يلعبه او ايا كان هو خيار صعب، كان الله في عون تروب. اي حد هيلعب ناحيه اليمين لو معتمد جمال عايز يفوز بالمباراه دي ويفوز بنتيجه عريضه، اعمل ده، اعمل الصح. العب باخوان بتزيرا ناحيه الشمال، عدي الدباغ ناحيه اليمين، والثلاثي ده في وسط الملعب فتوح عبد الله، ومعاهم مين بقى؟ ومعاهم محمد شحاته. وانا بقول لك اتفرج على السيرك اللي هيتنصب في المباراه دي من الجانبين، واللي هيعرف يكسب معركه وسط الملعب في المباراه دي هو اللي هيكون ليه الابر هاند او اليد العليا. وهرجع واقول لك تاني، ما ينفعش ترمي بتزيرا
في حضن المدافعين، ما ينفعش تلعب ببتزيرة لازق في الخط، لازم بتزيرة ما اوعى ترميه على الخط يا كابتن معتمد، ارجوك انا بقول لك اهو ما ترميش بتزيرة على الخط، لانك لو رميته على الخط هيدخل نفس الخناقه اللي دخلها مع كوكا في مباراه الدور الاول وحجمه ومنع خطورته، لان بتزيرة عنده مشكله الوسيله الوحيده لايقافه هي الترهيب البدني بالتدخلات العنيفه. كل سنه وانت طيب، انت طلعته بره الجيم كده. لكن انت لو عايز تخلي اللاعب في تركيزه الصح اعمل لا مركزيه في الهجوم، هتعمل خلخله كبيره جدا في دفاعات الاهلي، هترميه على ناحيه اليمين اللي انا بشفق على اللي هيلعب ناحيتها من دلوقتي، سواء احمد عيد، احمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، لان هتبقى في مشاكل كبيره جدا ناحيه الشمال، يمين الاهلي شمال الزمالك، مع ميلان احمد فتوح وعدي الدباغ ناحيه اليمين يمين الزمالك شمال الاهلي اللي فيه احمد كوكا. انا بقول لك يا معلم المباراه دي هتكون نتيجتها مفاجاه كبيره جدا لو حصل السيناريو ده احنا حاطينه بنفس القصه. اخر حاجه هقولها لك ودي نقطه مهمه جدا، الزمالك عليه ان هو يستغل الكرات الثابته، لانه عنده مشكله كبيره جدا في الكرات الثابته، تحس ان هي بتتلعب بنظام الجرافطه والبدله، او البدله والجرافطه، تمام، او القميص والبنطلون، كلاسيكيه قوي، مفيش فيها اي فكر ابداع. كم من الركنيات بتجيلك خصوصا في مباراه انبي اللي شفناها الاخيره، الشاهد في الامر لمباراه انبي، ويعني شبه شيء كان صعب جدا، يعني ان انت مش عارف تستغل الكرات الثابته، مفيش تاكتكس بتتلعب، مفيش جمله بتتعمل، مفيش حركه ولعبه تحرك من غير كوره، مفيش ضرب تكتلات دفاعيه، فالكره بتتلعب عبد الله السعيد ارفع على جوه هوب بره في العارضه او بره. فلازم يكون في تكتيك جديد في الكرات الثابته، تستغل الركنيات لانها سلاح مهم جدا في مباراه زي مباراه الديربي. وانا بقول لك تاني والاخر مره واجري على الله، دي مباراه تحت عنوان الواقعيه السحريه والصبر التكتيكي. انت هتلعب بنظام انا ده على قد امكانياتي بس مش خايف، وهتلعب على نظام الصبر التكتيكي ان انا امتص اللي قدامي اول ربع ساعه وبعد كده ابدا اهاجم في المساحات اللي ورا خط وسطه. اقول لك مبروك عليك الثلاث نقط يا معلم في المباراه دي. هتلعب متحفظ زياده عن اللزوم وهتخاف زياده عن اللزوم، اقول لك احلى مسا عليك ومبروك عليك الخساره، وممكن تكون خساره عريضه وهترجع منافسك تاني للتفوق بتاعك. الناحيه الثانيه يستروب ده دارس الزمالك كويس جدا، عارف ان روح الزمالك كبيره جدا، لكن هو في حاجه تانية مخليه مش مركز في المباراه دي، وهو ان كده كده خلاص يستروب عارف ان هو ماشي بعد مباراه الاهلي، وده اخر تحديث حصل واحنا وقت ما كنا بنصور الفيديو لحضراتكم او الحلقه لحضراتكم، ان خلاص يستروب اتبلغ رسميا ان هو بعد مباراه الاهلي هيكون بعد مباراه الزمالك والاهلي هيكون بره النادي الاهلي، وهيدفع له الشرط الجزائي ويتم التفاوض معاه بشكل ودي عشان محاولات تخفيض الشرط الجزائي واللي انتم عارفينه. فالمباراه دي هتبقى مباراه لعيبه، المباراه نازله بالبلدي كده، لعيبه الاهلي نازله تدافع عن شرفها وعن كبريائها وعن يعني ضميرها قدام جماهيرها عشان ترضي ضميرها قدام ربنا قبل الجماهير، وتحاول تصلح ما تم افساده خلال الموسم على فترات الماضيه والفترات السابقه. ده كان تحليل ليله مباراه القمه، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جديده، وخليك دايما في المقص.